استاذ حسن يوسف، طبعا بقول لحضرتك الف مبروك على التكريم. ومبسوطين ان شفناك النهارده. انا اسمي حسين الجندي، صحفي مصري، وعايز اسال حضرتك بخصوص اهم واحد من الاعمال المهم في الدراما المصريه هو امام الدعاء عن الشيخ الشعراوي. كل فتره بنسمع هجوم كبير على الشيخ نفسه. الفتره الاخيره كان في هجوم من بعض الاعلاميين، حتى لما اتسال الاستاذ سامر ربنا في الموضوع ده قبل كده، قال ان هو لما الشعراوي سجد عن النكسه ما كانش الموضوع حلو، لكن اللي بيكره الشعراوي ملوش في الدين او ما بيحبش الدين. الكلام ده قول لي. انا عايز ادخل حضرتك. انا قلت ان الشيخ الشعراوي احد رموز مصر. الشيخ الشعراوي شخصيه دينيه عظيمه، ولكنه ليس بنبي، فقد يخطئ وقد يصيب. وما سمعناه عن سجدته في أعقاب نكسة 67 اللي هي بكرة ذكراها بالمناسبة، إن هو سجد شكرا إن الإسرائيليين هزمونا، فدي كانت سقطة، ولكن تاريخه يغفر له. ده اللي أنا قلته عنه. أنا ما قلتش حاجة والله يا بيه، ما قلت أكتر من كده. عايزين بقى نعرف رأي أستاذ حسن يوسف بس في الهجوم على الشيخ الشعراوي الفترة دي. أعتقد أنا قلت في المسلسل سبب سجوده وشكره لله بعد النكسة. هو مصر كان وقتها شيوعية منتشرة جدا ولها باع كبير في مصر، فهو الحمد لله ان مصر انهزمت، لان لو كانت مصر هي اللي انتصرت كانوا هيرجعوا هذا الانتصار للشيوعيين، وكان البلد كلها هتبقى شيوعيه. فالحمد لله ان انكسر المد الشيوعي بهذه الهزيمه. وبعدين لما حصل انتصار 73 سجد لله شكر على الانتصار، وانا قلت ده في المسلسل. اعتقد ان هو سجد لله شكر بعد النكسه عشان مصر لا تتحول الى شيوعيه هو الله يرحمه كان شخصيه ما شفناش حد عوضه لغايه دلوقتي. قمه التواضع، قمه الكرم، قمه الحكمه. واظن الدكه اللي شفناه قاعد عليها بفصل القران الكريم تقول لنا قد ايه هذا الرجل عظيم، عظيم كعالم ديني، عظيم كانسان. وانا شخصيا تعلقت بيه وحبيته جدا جدا جدا. وبعد وفاته لانه هو عايش، انا قلت له مولانا عايزين نعمل مسلسل عن حياتك، بعد ما اموت يبقى اعملوا اللي انتوا عايزينه. وكان ليه حاجات كده، قال لي لما اموت يبقى اعملوا اللي انتوا عايزينه، هتعملوه وانا عايش ونقعد نتخانق. ففضلت في دماغي الحكايه دي لما توفاه الله، وحبيت انا ارد جميله عليا. فكرت في مسلسل امام الدعاء.